في قلب الصحراء الليبية تحت خيمة منصوبة فوق الرمال كان معمر القذافي قاعد لوحده، عينيه سرحانة ودماغه شغالة مش ساكتة. كان بيفكر، بيخطط، يمكن بيتنبأ. بس فجأة دخل عليه رسول بخبر قلب له الموازين. الرسالة اللي وصلت له كانت صادمة. الجيش الليبي أقوى جيوش المنطقة واللي متسلح بدبابات روسية وطائرات حربية بيتعرض لهزيمة ساحقة في الجنوب. آلاف الجنود ماتوا، دبابات اتدمرت، والأسوأ عدد كبير منهم وقع في الأسر. بس الغريب مش ده، اللي هزم الجيش الليبي ما كانش جيش نظامي، ولا عندهم سلاح تقيل، ولا حتى طيارات. لأ، اللي كسر الجيش ده كان مجموعة مقاتلين بيركبوا شاحنات تويوتا صغيرة. أيوة زي ما سمعت، شاحنات تويوتا صغيرة. الشاحنات دي محطوط فوقها رشاشات وار بي جي، وبيتحركوا بيها فوق رمال الصحراء كأنهم موجة نار ما بتقفش. اللي حصل كان مهزلة ومفاجأة، ومن ساعتها العالم كله سمى المعركة دي بحرب التويوتا. بس القصة مش بس حرب، القصة بدأت قبل كده بكتير. تفتكروا البداية كانت فين؟ في طرابلس؟ في تشاد؟ ولا في قلب دماغ القذافي؟ خليكم معايا علشان هحكي لكم حكاية مش زي أي حكاية، حكاية طموح مجنون وحلم إمبراطورية وهزيمة غير متوقعة. مستعد؟ تعال نبدأ القصة، تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة، لأن كل قصة ليها حكاية. أنت كمان ليك مكان. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وخليك معانا في كل الحكايات الجاية. أول سبتمبر سنة 1969 الليبيين صحيوا الصبح على صوت مختلف في الراديو. بيان عسكري بيقول إن الملك إدريس السنوسي اتشال، وإن في جمهورية جديدة اتولدت، واللي بيقودها شاب اسمه معمر القذافي. شاب صغير لابس عسكري، محدش يعرفه قوي وقتها، بس صوته كان واثق ونبرته فيها تحدي. قال إنه جاي يمثل الشعب، جاي يحررهم من الغرب ومن التبعية ومن الاستبداد، وسمى نفسه بلقب جديد، قائد الثورة. وبعدها زود شوية، الأخ القائد، القائد الأممي. هو ما كانش شايف نفسه رئيس دولة، لأ، هو شايف نفسه قائد لحركة عالمية، صوت للمحرومين، زعيم لكل القارات. بس السؤال هنا، هو كان بيصدق ده فعلا ولا كان مجرد تمثيل؟ المهم القذافي كان متأثر جدا بجمال عبد الناصر، شايف ازاي الناصر دعم حركات التحرر، فحب يعمل زيه. بس بدل ما يركز على العرب، القذافي وجه نظره للقارة السمراء، أفريقيا. قال لك دي أرض الثروات الحقيقية، ودي المستقبل. ونزل الكتاب الأخضر سنة 1975، واللي كان فيه أفكاره عن الثورة، الحكم، والمجتمع. كتاب كله شعارات عن العدالة والتحرر ودعم الفقراء. بس هل الكلام ده فضل كلام ولا فعلا نزل يطبقه؟ في الحقيقة نزل، وبدأ من أكتر قضية شائكة، الطوارق. شعب أمازيغي بدوي منتشر في ليبيا والجزائر ومالي والنيجر، دايما مهمش، خصوصا في مالي والنيجر. فقرر القذافي يدعمهم، يدربهم، يسلحهم، ويشجعهم يتمردوا على الحكومات دي. حلمه يعمل دولة للطوارق ويخليها حليف ليه. بس الخطة ما نجحتش، وبعد سنين الطوارق فعلا أعلنوا دولة بعد سقوطه، بس ما كملتش سنة. وبرضه دعم انقلاب في أوغندا سنة 1971، وحارب مع رئيسها ضد تنزانيا، وبرضه خسر. بس رغم الخسائر القذافي موقفش، كأنه بيقول أنا مكمل حتى لو لوحدي. لحد ما اصطدم في دولة مش زي أي دولة، دولة غيرت كل قواعد اللعبة، تشاد. تفتكروا إيه اللي خلاه يركز على تشاد؟ وليه المعركة اللي حصلت هناك اتحولت لحرب تاريخية؟ تفتكروا القذافي هيكسب ولا الطموح الزايد هيغرقه؟ تشاد دولة كبيرة جدا في قلب أفريقيا، مساحتها أكتر من 1,000,000 كيلومتر مربع، وبتضم أكتر من 200 عرقية مختلفة. لكن رغم المساحة والموارد عمرها ما كانت مستقرة. الصراع دايما شغال بين الشمال المسلم العربي والجنوب المسيحي الإفريقي،
تشاد استقلت عن فرنسا سنة 1960، بس الاستقلال كان شكلي. فرنسا لسه موجودة، بتتحكم، بتأثر، وده خلق أزمة ضخمة. الجنوب المسيحي كان عايز فرنسا تفضل لحمايته، لكن الشمال المسلم كرفت تماماً، والرئيس وقتها كان واحد من الجنوب اسمه فرانسوا تومبالباي. الاسم لوحده كفاية تعرف قد إيه متأثر بفرنسا. الراجل ده ركز تنمية بلده في الجنوب وأهمل الشمال خالص، والنتيجة تمرد من حركة اسمها فرولينات أو جبهة تحرير تشاد، حركة مسلحة من المسلمين في الشمال بدأت تصد وتهاجم. هنا بقى ندخل في الجد. لما القذافي استلم الحكم في ليبيا سنة 1969 لقى النار مشتعلة في تشاد، وقرر يدخل على الخط، مش علشان عينيه على تشاد وبس، لكن لأنه شاف دي فرصة يدعم تمرد مسلم ويزود نفوذه في أفريقيا. بدأ يدعم حركة فرولينات سراً، فلوس، تدريب، سلاح، بس طموح القذافي ما بيعرفش يقف. سنة 1971 حاول يدبر عملية اغتيال للرئيس فرانسوا. المحاولة فشلت، وتشاد اكتشفت اللعبة وقطعت علاقتها الدبلوماسية مع ليبيا، والعداوة بقت واضحة. ولما بنوصل لمنتصف السبعينات تشاد كانت شبه منهارة. 10 سنين من الحرب الأهلية فرقت البلد، والمتمردين اتقسموا لفصائل كتير، وكل فصيل مدعوم من دولة، فرنسا وأمريكا والسودان، وكل واحد ليه مصلحة. لكن ليبيا كانت عايزة أكتر من دعم تمرد، كانت عايزة تدخل رسمي. المبرر جه بسرعة. منطقة أوزو، مكان صحراوي في شمال تشاد على حدود ليبيا، مساحته حوالي 114 ألف كيلومتر، فاضي، ما فيهوش لا بترول ولا مية ولا أي حاجة. لكن فجأة القذافي قال المنطقة دي لينا، دي تبع ليبيا، وبعت جيشه ورفع العلم الليبي. تشاد اعترضت، بس كانت غرقانة في مشاكلها وما قدرتش ترد. القصة دي كانت أعمق من مجرد أرض، لكن القذافي كان شايف إن دي فرصته يدخل الحرب رسمي ويسيطر على الحكومة نفسها. بس إزاي؟ وهل نجح فعلاً؟ لما القذافي دخل منطقة أوزو كان عارف إن السيطرة على شوية رمل مش الهدف الحقيقي. الهدف كان أعمق، يبقى له موطئ قدم جوه تشاد، ومن هناك يركب حكومة على مزاجه، تديله شرعية السيطرة وتفتح له أبواب القارة. بس في وسط الفوضى القذافي كان محتاج حليف. رجع تاني لحركة فرولينات، لكن ساعتها كانت اتقسمت لفصائل كتير، وكل فصيل بيحارب التاني، وكلهم بيقولوا إنهم الممثل الشرعي للشعب. من وسط الزحمة دي كان في 2 بارزين، واحد اسمه جوكيني عوايدي، قائد مسلم من قبائل التبو واللي ساكنين في شمال تشاد، راجل بيكره فرنسا ومعجب بالقذافي، والتاني اسمه حسين حبري، برضه قائد مسلم بس مختلف في التفكير وما كانش مرتاح للقذافي. القذافي قرر يعمل حركة ماكرة، يدعم الاتنين. والله، يدعم عويدي علني ويدي حبري شوية دعم في السر عشان يضمن إنه يفضل ماسك الورق كله. بس السياسة ملهاش أمان. حبري اكتشف اللعبة وزعل، قرر يقلب الطاولة ويمد إيده لفرنسا وأمريكا. هنا اتغير كل شيء. الصراع بقى واضح، حسين حبري حليف الغرب ضد القذافي وحليفه عويدي. وهنا القذافي قرر يدخل الحرب بنفسه. دخل الجيش الليبي لتشاد بشكل رسمي بدبابات وطيران، وساعد عويدي يوصل للعاصمة، وفعلا عويدي بقى رئيس تشاد. القذافي كان فرحان، حس إنه كسب، بدأ يحلم إنه يعمل وحدة بين ليبيا وتشاد. بس الدنيا ما بتمشيش كده. فرنسا وأمريكا دخلوا المعركة بكل قوتهم، وبدأوا يدعموا حسين حبري بالسلاح والتدريب. حبري رجع وقاد هجوم شرس، وقدر يسيطر على العاصمة ويعلن نفسه رئيس جديد لتشاد. الجيش الليبي انسحب وعويدي خسر. وقتها فرنسا رسمت خط في الأرض وقالت أي حد هيعبر الخط ده هيتدمر. سموه خط الموت. والقذافي لقى نفسه في ورطة، حليفه خسر والعدو بقى أقوى، وفرنسا داخلة بكل تقلها. هل هيكمل ولا هينسحب؟ الدنيا هديت شوية بعد ما حسين حبري استولى على العاصمة، وفرنسا رسمت الخط الأحمر اللي سموه خط الموت. الخط ده كان بيفصل شمال تشاد عن جنوبها، وقالوا صراحة أي قوة تعدي الخط ده هتتدمر. والقذافي كان جواه نار، مش قادر يبلع الهزيمة ومش ناوي يسيب تشاد بسهولة. قعد يخطط ويحسبها من كل زاوية، وبعدين قرر لازم يرجع ولازم ينتقم. سنة 1986 بعد 3 سنين من الهدوء النسبي،
القوات الليبية والمقاتلين بتوع عويدي قرروا يخترقوا خط الموت. الرسالة كانت واضحة: إحنا راجعين. لكن المشكلة إن فرنسا ما كانتش بتهزر. أول ما الليبيين عبروا الخط، الطيارات الفرنسية الحديثة طلعت فوقهم وقصفت قواعدهم في شمال تشاد. وفي نفس الوقت حسين حبري استغل الفرصة وبدأ يحشد جيشه. لكن المرة دي الموضوع كان مختلف. حبري ما كانش بيفكر بالطريقة التقليدية، ما جابش دبابات تقيلة ولا طيارات ولا جيوش نظامية. جاب حاجة بسيطة جدا: تويوتا. أيوة، شاحنات تويوتا صغيرة خفيفة وسريعة وبتمشي فوق الرمال كأنها موجة. ركب عليها شباب مسلح بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وبدأت خطة عبقرية. يناير 1987 حبري أطلق عملية عسكرية وصفت إنها من أذكى العمليات في التاريخ الحديث. ضربوا القوات الليبية في منطقة فاد، والنتيجة كارثة. 800 جندي ليبي ماتوا، أكتر من 80 اتأسروا، واتدمرت 100 دبابة. وفي المقابل التشاديين خسروا 18 بس، واتدمرت 3 تويوتا. الفرق كان صادم، الجيش ما كانش مصدق. الجيش الليبي اللي اتصرف عليه ملايين اتكسر قدام شوية شباب على عربيات. بس الكابوس موقفش هنا. القوات التشادية بدأت تتحرك شمالاً، وهدفهم قاعدة وادي الدوم، أكبر قاعدة ليبية في تشاد، فيها أكتر من 5000 جندي، طيارات، دبابات، تحصينات. لكن حسين جاموس قائد الأركان التشادي كان عنده خطة. حصر القاعدة بتشكيلات من شاحنات التويوتا ومسلحة بصواريخ فرنسية، وبدأوا يقصفوا من كل اتجاه. والمصيبة إن القاعدة كانت محاطة بألغام. الجنود الليبيين لما حاولوا يهربوا انفجروا في الألغام اللي هم نفسهم زرعوها. المعركة خلصت في أقل من 24 ساعة. 1700 جندي ليبي ماتوا و300 اتأسروا. من ضمن الأسرى ضابط اسمه خليفة حفتر. أيوة، نفس الشخص اللي بعد كده بقى قائد الجيش الليبي في الشرق بعد سقوط القذافي. القذافي أنكر وجود الأسرى وقال إن حفتر مش تبعنا، وسابه في السجن سنين. بس ده مش نهاية الحكاية. تفتكروا إيه اللي حصل بعد كده؟ وهل فعلا الحرب خلصت عند وادي الدوم؟ ولا كان في مشهد أخير أقوى من كل اللي فات؟ بعد الهزيمة الكارثية في وادي الدوم، الجيش الليبي كان في حالة انهيار كامل. المعنويات في الأرض، الجنود تايهين في الصحراء، وبعضهم مات من العطش أو الجوع، وآلاف ماتوا ومئات اتأثروا. والكارثة الأكبر إن نظام القذافي رفض يعترف بالهزيمة، بل وصل الأمر إنه سجل شهداء الحرب دول في السجلات الرسمية على إنهم فرين من المعركة. تخيل ابنك يستشهد في معركة وتيجي الدولة تقول لك لأ، ده هربان. كل ده علشان النظام ما يظهرش قدام الشعب ضعيف. بس الحقيقة كانت واضحة، ليبيا خسرت الحرب. الجيش الليبي انسحب بالكامل من تشاد، حتى من قطاع أوزو اللي كان سبب الدخول كله. وسنة 1994 محكمة العدل الدولية حكمت إن قطاع أوزو تابع لتشاد، وليبيا اضطرت ترجع فيه. أما خليفة حفتر ففضل في السجن 4 سنين، وبعدين الأمريكان رتبوا خروجه وراح عاش في أمريكا أكتر من 20 سنة، وبدأ ينظم معارضة ضد القذافي. وبعد سنين طويلة في 2011 لما قامت ثورة فبراير، رجع حفتر ليبيا وكان من ضمن اللي ساهموا في إسقاط القذافي. الدنيا لفت والدور اتقلب. معمر القذافي اللي دخل تشاد علشان يبني إمبراطورية خرج منها مهزوم. اللي حلم إنه يوحد أفريقيا اتكسر على إيد شوية شباب على شاحنات تويوتا، وحرب التويوتا بقت رمز لحروب جديدة. من بعدها العربيات دي بقت تظهر في كل الصراعات: أفغانستان، العراق، سوريا، اليمن، السودان، الصومال، وحتى ليبيا بعد 2011. ليه؟ لأنها خفيفة، سريعة، بتتحرك في الصحراء والجبال، وسهلة في التعديل. حرب ليبيا وتشاد أو حرب التويوتا كانت أكتر من مجرد معركة، كانت درس. ودي كانت نهاية قصة حرب غيرت شكل المعارك في التاريخ الحديث. لكن السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا: لو كنت مكان القذافي كنت هتدخل الحرب، ولا كنت هتفكر في مصير آلاف الشباب قبل ما تاخد قرار؟ وزي ما بنقول دايما على قناة الحكاية كده، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبتك الحكاية ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام.